طليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات. وصيتي للجميع تقوى الله والتفقه في الدين والتعلم والسؤال عما أشكل والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله. وأهم شيء بعد الشهادتين هذه الصلاة، المحافظة عليها والطمأنينة فيها وأداؤها في الجماعة في جميع الأوقات مع أداء الزكاة كما أمر الله، وصوم رمضان كما أمر الله، والحج مع الاستطاعة مع بر الوالدين وصلة الرحم والحذر من كل ما حرم الله، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وصية الجميع، وصيته يعمل بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ووصيته أيضا أن يعملوا بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ووصي الجميع بالعمل بهذه السورة والتواصي بما أوجب الله والحذر مما حرم الله. صدق الله جميع التوفيق والهداية، صلاح النية والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستودع الله من عشنا نبجله، ويا إمام الهدى في ذمة الباري راحلت عن هذه الدنيا التي لعبت بنا إلى جود رحمن وغفار.